هاد الكوكب اللي حنا عايشين فيه عامر بالاسرار وقصص غامضه ومخيفه على شي مناطق متواجده على السطح ديالو مازال ما قدرناش نكتشفوها ولا نعرفوا سر الغموض ديالها، ومازال ما كاينش شي لغز خدا وقت كبير في الهضره عليه في تاريخ الصحافه والاعلام اكثر من لغز مثلث برمودا، المنطقه الغريبه المتواجده في حدود مساحه ضخمه في المحيط الاطلنطي على شكل مثلث. رؤوس الاضلاع ديالو كاينه ما بين جزيره برمودا ومدينه ميامي وجزر بورتوريكو، واللي متداول انه اي شخص او سفينه او طياره كتعبر هذه المنطقه سواء في البحر او الجو كتختفى تماما وما كيبقاش ليها اي اثر للابد. وهذا الاختفاء كيكون دائما مورا سر غامض ومخيف وخارق للطبيعه. شنو هو سر هذا مثلث برمودا وشنو كيخلي هاد الطائرات والسفن تختفى فيه؟ واش فعلا في الداخل ديالو كاين سر غامض وشياطين وكائنات فضائيه، ولا هذا الشيء عنده تفسير علمي ومنطقي اقل الغرابه؟ لينا ننطلق. القصة غتبدا نهار 5 ديسمبر سنة 1945 ملي غدار واحد الرحلة مكونة من 5 طائرات حربية من نوع افانجر. هاد الرحلة تاريخيا كتسمى الرحلة 19 لإقلاع كان لغرض مهمة تدريبية من أجل القيام ببعض المناورات العسكرية تحت قيادة ملازم طيار سميتو تشارلز تايلور. كلشي كان غادي مزيان وطبيعي في البداية استنادا لمقاييس ديال داك العصر واللي كانوا فيه في مجال الطيران كيعتمدوا على البوصلات وحساب الوقت اللي كيستغرقوه في الطيران في اتجاه محدد وبسرعه محدده، وهذا الشيء قبل ما تبان التقنيات الحديثه وبالخصوص الجي بي اس. ولكن فجاه غيجي نداء استغاثه من القائد تايلور واللي كيقول فيه كلام غريب ومخيف واللي كان كالاتي: نحن ندخل منطقه تحوي مياه بيضاء، لا شيء يبدو واضحا ولا نعرف اين نحن، سطح الماء يبدو اخضر وليس ابيض. ومن بعد الاتصال غيتقطع بمره، والخمسه ديال الطائرات ملي دخلوا على حدود مثلث برمودا غيتختفوا تماما وما غيبقاش ليهم حتى شي اثر. والغريب انهم اللي داروا رحلات بحث باش يقلبوا عليهم واحد الطائره حتى هي غتختفى في حدود المثلث وما لقاوش ليها الاثر، وتقال باللي انفجرت في الجو بسبب خطا فني. ومن هنا غتبدا الاسطوره تبان وبدات المنطقه تاخذ سمعه مشؤومه. واللي زاد الشك عند الناس ذاك الوقت هي الحادثه اللي وقعت قبل من هذه ب 27 سنه، وتحديدا سنه 1918 ملي خرجت السفينة يو اس اس سايكلوبس من ميناء بحر جزيرة باربيدوس بحمولة ضخمة من معدن المنغنيز باش توصلوه بلاصة أخرى. ولكن ملي وصلت السفينة لحدود مثلث برمودا حتى هي اختفت تماما، هي والطاقم ديالها المكون من 309 بحار، وما لقاوش ليها الأثر ليومنا هذا. وهاد الحادثة بقى لدابا كيتم اعتبارها أكبر خسارة للحياة في تاريخ البحرية الأمريكية ما بين جميع الحالات من غير الحالات المتعلقة بالحروب. وهذا الشيء ملي طرا ذاك الوقت كان موضوع غريب وقلب الدنيا، وداروا بزاف ديال الرحلات البحثيه باش يلقاو هاد السفينه ولكن بلا فائده. سنه 1964 في شهر غشت غتكون البدايه الرسميه لتسميه هاد المنطقه بمثلث برمودا ملي كتب عليها واحد الصحفي سميتو فانسنت غاديس من بعد حادثه الرحله 19. من تما الظاهره غتنفجر والاهتمام ديال الناس بها وصل لحدود غير مسبوقه، وكل شيء بدا كيخلق تكهنات ونظريات مخيفه ومرعبه على اسباب الاختفاءات الغامضه اللي كتوقع في ديك المنطقه. مع مرور السنين الظاهره ما غبراتش بحال جميع الظواهر اللي سبقوها من هذا النوع، ولكن بالعكس تزادت وحوادث الاختفاء بدات كتعاود بزاف لدرجه ان الصحافه في فتره السبعينيات والثمانينيات ما كانوش كيدويو غير على مثلث برمودا وداك الشيء اللي كيطرا فيه، وانه تما كاين عرش الشيطان وهو السبب في داك الشيء اللي كيوقع. بزاف الناس قالوا نظريات ديالهم على الحوادث اللي كطرا تما، وبالرغم من ان التفسيرات ديالهم كانت مختلفه ولكن كانت كتشارك في حاجه وحده وهي انها مخيفه ومرعبه. شي كيقول لك ان هذا المثلث في الواقع كاين تحت قاره اطلانتس الاسطوريه المفقوده، وهما المسؤولين على حوادث الاختفاء والموت اللي كيوقع فيه، حيت كيخطفوا هاد السفن وكيتسببوا في الغرق ديالها بسبب التكنولوجيا الحديثه ديالهم واللي كتاثر على الاجهزه الملاحيه ديال السفن والطائرات. كي جاك هاد الشيء يا صديقي عجيب وغريب ياك؟ وبلاتي كاين ما هو اغرب واعجب. الناس اخرى كتقول باللي هاد المنطقه كاينه فوق حدود منطقه سريه مبني فيها قاعده فضائيه خاصه بمخلوقات غير ارضيه واصلها غير بشري، وهاد الكائنات هما اللي كيخطفوا الطائرات والسفن والناس اللي فيها كلهم باش يديروا عليهم تجارب مجهوله وما كاينش اللي عارف السبب والهدف منها
ومن غير بعض التفسيرات اللي كتقول ان هذه المنطقه فيها واحد الفجوه زمنيه او بوابه كونيه كتحل بشكل عشوائي وكتبتلع اي حاجه دازت حدا المثلث وكتلوحو في بلاصه اخرى في الكون او بعد اخر وفي زمان مختلف. الامور ما وقفاتش عند هذا الحد، بل كاينين الناس خداو من زاويه دينيه وكيقولوا باللي مثلث برمودا هو مكان عرش الشيطان، نظرا لانه من المعروف دينيا ان ابليس عرشه على الماء. ولكن المجتمع العلمي ملي بدا البحث في هذه الظاهره ما كانش عاجبهم هذه التفسيرات الخارقه للطبيعه، وكانوا كيقلبوا على تفسير منطقي عنده اساس علمي ممكن الاعتماد عليه كاساس لسبب هذه الاختفاءات. وبالتوالي الابحاث والدراسات بعض العلماء غيوصلوا لتفسيرات اكثر منطقيه لداك الشيء اللي كيطرا في المثلث. اول تفسير غيعتمد على دراسه مشهوره ومعروفه واللي كانت كتقول باللي المنطقه اللي كاينه في قاع مثلث برمودا فيها مخزون كبير من غاز هيدرات الميثان، واللي هو شكل من اشكال الغاز الطبيعي. على حسب واحد التجربه علميه دارت في استراليا، الباحثين اثبتوا علميا ان هذا الغاز الا تسرب بشكل كبير تحت المسطحات المائيه فراه عنده قدره انه يتسبب في خلخله تماسك السطح المائي تحت اي جسم كاين فوق الماء، وكيخلي المياه ترجع اقل كثافه، وهذا الشيء اللي كيخلي السفن تغرق. وكذلك شكل المياه كيبان فيه فقاعات وعامره برغوه بيضاء، وهذا هو نفس الوصف اللي عطاه الملازم تشارلز تايلور قبل ما يخبر. دابا عرفت شنو غيبدا يدور لك في راسك وغتقول لي هذا الشيء منطقي في اختفاء السفن، ولكن كيفاش بلان الطائرات؟ الحكايه وما فيها صديقي ان هذا الغاز ملي كيتسرب من قاع المحيط وكيطلع فوق سطح المياه كيبقى غادي طالع للسما الفوق، وملي كدوز حداه الطائرات بالمحركات ديالها اللي درجه حرارتها طالعه بزاف كتنفجر في البلاصه. وهذا الشيء راه كلام منطقي عنده اساس علمي مثبت ومجرب. ولكن المشكله حسب دراسات واحصائيات هيئه المسح الجيولوجي الامريكيه اليو اس جي اس فراه ما كاين حتى شي اثر الانبعاثات او انفجارات لغاز هيدرات الميثان وقعات تحت سطح مثلث برمودا نهائيا في اي فتره من فترات تاريخ الارض الحديث لحد 15000 سنه اللي دازوا. ياك سيدي هيدرات الميثان ما عنده حتى شي علاقه بهذا الشيء ولا كيفاش؟ اذا كيفاش البلان؟ كاينه مجموعه اخرى ديال العلماء ربطوا هذا الموضوع بالعواصف الاستوائيه والتيارات المائيه العنيفه اللي كاينه في هذه المنطقه واللي ممكن تسبب فجار في السفن والمراكب اللي كدوز تما وكتلوحهم في بلايص اخرين بعاد في المحيط، وهذا الشيء اللي كيخليهم ما يبقاش ليهم اثر وما يلقاهم حد. ولكن المشكل اللي كان في هذا التفسير هو انه ما كانش كيفسر الحوادث اللي كطرا للطائرات، وهذا الشيء علاش فريق اخر من العلماء قالوا باللي داك الشيء اللي كيطرا للطائرات هو عامل الخطا البشري، واللي مع الظروف الجويه الخايبه اللي كدوز في هذه المنطقه بشكل مستمر هو اللي كيتسبب في سقوط الطائرات وكتلاح في اماكن بعيده وكيغبر ليها الاثار. فكما كتشوف هذا التفسير ضعيف وصعيب يدخل ليك للدماغ، وهذا الشيء اللي خلى المجتمع العلمي يعلن الفشل ديالو في تفسير هذه الظواهر اللي كطرا في مثلث برمودا، وبقات الاسطوره مستمره واي حادثه كتوقع تما كتنتسب لاسباب مجهوله وغامضه. تبداو بعض الصحفيين والباحثين ينظروا للموضوع بطريقه مختلفه وغيوصلوا في الاخير للتفسير الحقيقي اللي كان اغرب من اي حاجه ممكن تتوقعها من بعد هاد السنين كلها، وهو انه ما كاين لا مثلث برمودا ولا سر في هذا الشيء، وانه كاع هاد السمعه الخايبه والحوادث الغامضه والقصص والحكايات المرعبه هي فقط عمليه تهويل ضخمه على مدار سنين طويله سبب فيها الاعلام وخلى الموضوع ياخذ اكثر من الحجم ديالو. وكاين تناقضات غريبه وغير مفهومه في الروايات اللي كيحكيو على هذا المثلث والقصص اللي كتقال في الاعلام على العموم. مثلا في قصه الملازم تشارلز تايلور قائد الرحله 19 تحد ما قال بلي هذا السيد اساسا عنده مشاكل كطيار، وانه قبل اختفاء هذه الرحله ديالو 2 مرات احتاج لعمليه انقاذ من البحريه الامريكيه بسبب انه تجلى فوق المحيط الهادي من غير انه لجنه تقصي الحقائق اللي كانت كتحقق في الاختفاء ديالو كانوا عارفين شنو اللي طرا، وانه هو اللي قاد الرحله لمكان خاطئ في معالم ما كانوش موالفين بها، ووقعت تغيرات جويه هي اللي ادت انهم يتجلاو ويطيحوا كاملين ملي سال لهم الوقود. وكانت الملازم تايلور هي اللي ضغطات على قيادات البحريه انهم ما يكتبوش في التقرير انه غرق ومات بسبب خطا طيران ويديروا سبب مجهول وغير معروف. وكاين قصص اخرى انتشرت في الاعلام على ناس وسفن اختفت في مثلث برمودا وهي اصلا كانت في بلايص اخرين، بحال مثلا واحد السفينه ديال البترول غبرات فوق سطح المحيط الهادي والاعلام روج لانها اختفت في مثلث برمودا اللي هو اصلا في المحيط الاطلنطي. وكاين كذلك كتب باحثين تنشروا بغرض كشف كذبات حكايات المثلث عرضت بالادله والتواريخ ان حوادث الاختفاء اللي كان الاعلام كيقول انها وقعات في ظروف البحر كان فيها مزيان وما كانوش مشاكل جويه طلعت وقعات اثناء عواصف وظروف جويه سيئه للغايه. اذا فرا طبيعي تسبب في غرق السفن والطائرات كما كانوا.
واحد من هاد الكتب سميتو لغز مثلث برمودا الحل ديال الباحث لورانس ديفيد كوش، نشرو سنة 1975، وحلل فيه جميع الحوادث والقصص الغريبة اللي كانت كتروج، وحللها بشكل علمي ومنطقي، ولكن تحت ما تسوق ليه، حيت القصص المرعبة والغامضة مثيرة بزاف للخيال وكتجيب الفلوس والمشاهدات. وكاين واحد العالم أسترالي سميتو كارل كروشيلينكي قال في تصريحات سنة 1917 أنه حسب الإحصائيات في الاختفاءات اللي كتطرى في مثلث برمودا هي النيت اللي كتوقع في أي بلاصة أخرى في المحيط، غير هو الإعلام كيسلط الضوء على المثلث بسبب الغموض والرعب واللي كيجيب مشاهدات ويدخل ليهم فلوس كثيرة، وهذا الشيء اللي خلى هذه الأسطورة تستمر هذه السنين كلها، بالرغم من أنه حسب تقرير تصدر من الصندوق العالمي للحياة البرية واللي كان كيدوي على الحوادث البحرية، راه كاينين مناطق أخرى في المحيط أخطر من مثلث برمودا، لدرجة أنه المثلث ما مذكورش أصلا في هذا التقرير ولا يتم اعتباره كمكان خطير. اللي خاصنا نعرفوه هو أنه ماشي دائما اللغز كيكون حقيقي، والتفكير المنطقي أحيانا كيوصلك تفهم بزاف ديال الحوايج كان كيحسب ليك أنها غامضة ومخيفة وهي في الواقع منطقية وطبيعية وما فيها حتى شي غموض. ومثلث برمودا يمكن يكون واحد من أهم هاد الحوايج اللي كينطبق عليها هذا الوصف. هذا ما كان الخوت، ما تنساوش تخليو لي الآراء ديالكم في التعاليق وقولوا لي واش كيبان لكم بلي مثلث برمودا والقصص اللي كتروج عليه فعلا حقيقية ولا هادشي مجرد أسطورة خدات كتر من الحجم ديالها. تهلاو.